نعم. أخواني الكرام، كل نساء النبي صلى الله عليه وآله ثيبات، وقلنا الثيبة هي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق، ما عدا السيدة خديجة عليه السلام وماريا. إذن فعائشة ثيبة، وهذا ما ذكره العقاد في كتابه عائشة عندما تحدث عن عائشة. وحفصة كانت متزوجة سابقا من خنيس ابن حذافة السهمي، وهذا أيضا ذكره صاحب أسد الغابة بالجزء السادس صفحة 65، وجامع الخلاف والوفاق صفحة 171. وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب متزوجة سابقا من عبيد الله بن جحش الذي تنصر في الحبشة ومات هناك، وهذا ذكره أيضا أسد الغابة الجزء السابع صفحة 157، وكتاب الإصابة الجزء الرابع صفحة 348، ومسند الإمام أحمد الجزء الأول صفحة 13، وتاريخ دمشق الجزء الثالث صفحة 173. وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي كانت عند أبي سلمة ابن عبد الأسد، وهذا ذكره صاحب كتاب سبل السلام الجزء الأول صفحة 30. وزينب بنت جحش كانت متزوجة سابقا من زيد بن حارثة، وهي ابنة عمته أميمة بنت عبد المطلب، وهذا ذكره صاحب الحدائق الناظرة البحراني جزء 23 صفحة 103، وروضة الطالبين والنووي بالجزء الخامس صفحة 354. وأيضا زوجته زينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين كانت سابقا عند عبيد الله بن الحارث، وهذا ذكرها صاحب أسد الغابة الجزء السابع صفحة 129. وصفية بنت حي بن أخطب النظرية كانت قبله عند كنانة ابن أبي الحقيق، وجعل النبي صلى الله عليه وآله عتقها صداقها، وهذا ذكر الشافعي بكتاب الأم الجزء السابع صفحة 352، ومكاتيب الرسول الجزء الثالث صفحة 664. وميمونة بنت الحارث بن حزن خالة خالد الهلالية كانت عند أبي سبرة العامري. وجويريرة بنت الحارث ابن أبي ضرارة الخزاعية كانت تحت صفوان بن مالك الذي قتل في غزوة بني المصطلق، وهذا ذكره صاحب تاريخ دمشق الجزء الثالث صفحة 173، والإصابة الجزء الثامن صفحة 73. وتزوج سودة بنت زمعة وكانت قبله عند السكران بن عمرو، وهذا ذكر المزي صاحب تهذيب الكمال الجزء الأول صفحة 305، والبداية والنهاية الجزء الخامس صفحة 315، وسيرة ابن كثير الجزء الرابع صفحة 584، ومختصر تاريخ دمشق، وأيضا الدر المنثور الجزء الأول صفحة 106، وسنن البخاري الجزء العاشر صفحة 43، والإتقان لأبو عبيدة الجزء الثاني صفحة 43، وتفسير الفخر الرازي الجزء الخامس والعشرون صفحة 202، ومجمع الزوائد الهيثم الجزء الرابع صفحة 277، وفتح الباري الجزء السابع صفحة 85، والطبقات لابن سعد الجزء الثامن صفحة 147، ووسائل الشيعة جزء 20 صفحة 95. أيضا إخواني تراجم بعض ضرائر عائشة، ومنها السيدة خديجة سلام الله عليها كانت من أفضل نساء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل النساء 4: فاطمة بنت محمد، وخديجة، ومريم، وآسية. وهذا الحديث إخواني مذكور بفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل صفحة 76، وفيض القدير الجزء الثالث صفحة 138. نكمل إن شاء الله بالجزء 32.